بغيتيو تعرفوا على انواع ديال الشخصيات واش من شخصيه عندكم؟ يلا تبعوني. الشخصيه ديالنا هي نتاج تفاعل ما بين الدماغ، التجارب ديال الطفوله والطريقه اللي كنفسروا بها العالم. والعلم كيلخصها في 5 ديال الجوانب كبار، وكل جانب عنده مثال واضح في الحياه اليوميه. 1. الانفتاح. عصبيا مناطق الخيال والربط كتنشط بزاف. صاحبك اللي ملي كيمشي للكافي جديد كيبدا يهضر على الديكور، اللوان، الموسيقى وحتى الافكار اللي جاتو في داك اللحظه. هاد الشخص دماغو كيربط بين الافكار بسهوله. نقطه الضعف ديالو كيبدل المشاريع بزاف وما كيكملش. 2. الصرامه والتنظيم. هنا عصبيا القشره الجبهيه هي اللي كدير التخطيط والتحكم. فالشخص اللي تيدير التودو ليست كل صباح وكيتقلق من شي واحد كيبدل عليه البرنامج، هاد الشخص كيحتاج النظام باش يرتاح. نقطة الضعف عنده كيولي موسوس بالتنظيم. 3. الانبساط. عصبيا نظام الدوبامين كيعطيه مكافأة في التواصل، فاللي ملي كيدخل القاعة فيها الناس كيسلم على كلشي وكيضحك الجروب بلا ما يحس، طاقته كتشحن بالتواصل. نقطة ضعفو ما كتعجبوش العزلة واخا شي مرات كتكون ضرورية. 4. اللطافة والقبول. عصبيا مناطق فهم مشاعر الآخرين كتكون نشيطة، بحال اللي كيسمح في نوبته باش يخلي شي مرا ولا شي راجل كبير يسبق، وإلا شاف شي شخص حزين كيمشي يهضر معاه بلا تردد. نقطة ضعفو ما كيعرفش يقول لا. 5. الحساسية للتوتر. عصبيا اللوزة الدماغية كدير انذار بسرعة، بحال اللي ملي كيصوني على شي حد في التليفون وما كيجاوبوش كيبدا يفكر واش وقع شي حاجة. المشاعر كتوصلو بقوة. نقطة الضعف ديالو كيعيش الضغط بسرعة. خلاصة الشخصية ماشي غير انا هكا وصافي، هي خليط ما بين الطريقة ديال الخدمة ضد الدماغ، تجارب اللي عشنا في الطفولة، والطريقة اللي كنفسروا بها الواقع. وملي كتفهم هذا الخليط كتعرف فين كاين القوة وفين خاص يكون التوازن. كتبوا لي في التعاليق فين كتلقاو راسكم اكثر في هاد ال5 ديال الانواع، وغادي نجاوبكم وغادي نعطيكم تحليل صغير لكل واحد على شخصيته.